سلام البنات ومرحبا بكم في قناة مطبخ زهرة. اليوم راح نشارك معاكم مقبلة سهلة بزاف وبنينة اللي هما ليكيش. تابعوني. اول حاجة نبداو بها اللي هي العجينة. نحتاج 125 غرام زبدة طرية، ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة خميرة حلويات، حبة بيض، وزوج كيسان فرينة اللي هي 250 غرام فرينة، وماء بارد. هنايا درت الفرينة مع الزبدة، حليتهم مليح حتى ولات عندنا عجينة مرملة. ضفت الملح والخميرة تاع الحلوى، حبة بيض، وبديت نضيف شوية في الماء يكون بارد حتى تلمت لي. هكذا تحصلنا على هاد العجينة ونخلوها ترتاح في الثلاجة. من جهة أخرى نحتاجو للحشو، عندنا دجاج، صدر تاع دجاج رحيته مع البصل، توابل عندنا ملح، زنجبيل، كركم، فلفل أسود، ثوم وخردل، ومعدنوس نحطوه مع التالي. في المقلة تاعنا درت زيت مع شوية زبدة، وحطيت داك الصدر تاع الدجاج اللي كنت رحيته مع البصل، ونقلبهم مليح هكذا، نقليهم حتى يولي اللون تاعهم هكذا بيض، باش نبداو نضيفو التوابل تاعنا. كيما راكم تلاحظوا صدقوني راح تجيكم واحد البنه ولا اروع. وهنايا خليهم يطيبوا شويه، ومن بعد مع التالي نضيف المعدنوس ونطفي. هنا بعد ما ارتاحت العجينه تاعي حكمت بوله صغيره وبقيت نمشي فيها في المول هكذا، تحصلت على هذيك. وهنايا حنديرو كريمه تاع البيض والحليب. نحتاجو 2 حبات بيض، كاس حليب، ملعقه صغيره ملح، وملعقه صغيره فلفل اسود، باش اللي كيشتوعنا يجونا مشمخين ما يجوناش ناشفين. كيما راكم تلاحظوا خلطت كلش، بديت نضيف الحشو تاع الدجاج، عمرتهم كامل ليمون، وبعد بديت نضيف الخليط الكريمي هذاك اللي خدمته. مع التالي درت فرماج، اي نوعيه الجبن تكون ممتازه والذوق تاعها بنين باش تجيكم نتيجه هايله. ودوكا راح ندخلهم للفرن. وهاي لكم النتيجه، مقبله رائعه وهايله، حشو ما نحكي لكمش، مع داك الفرماج جو ولا اروع. بمناسبه قدوم شهر رمضان الفضيل، ديروهم مع الشوربه، بدلوا شويه، بدلوا البورك، صدقوني راح يعجبوكم ويعجبوا افراد العائله. ما تنساوش تخلوا لي تعليق وجيم. الى اللقاء في فيديو قادم.